غروب الشمس، المقصود بغروب الشمس سقوط قرص الشمس في الأفق، وليس المقصود به ذهاب الحمرة. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يشكك، يقول الناس تفطر وما زالت الشمس موجودة، لكنه يقصد بذلك الحمرة. الحمرة غير معتبرة، المقصود هو سقوط القرص. ذكر لي أحد الأخوة قال إنني رأيت قرص الشمس والمؤذنون يؤذنون في الرياض. قلت هذا ما يمكن أبدا، التقويم بالنسبة للمغرب في الرياض دقيق ومنضبط. قال أبدا. قلت أين رأيت؟ ذكر لي مكانا في غرب الرياض. قلت أنا سأذهب لهذا المكان، فذهبت وراقبت الشمس وإذا الوقت مضبوطا ما في أي إشكال. فتبين لي أن الإشكال عند الأخ الكريم إنما هو في الحمرة. كيف فهم غروب الشمس؟ فهي موجودة، الحمرة ما تضر، المهم هو سقوط القرص. فإذا إذا قيل غروب الشمس المقصود سقوط القرص في الأفق. والتقاويم بالنسبة لغروب الشمس يعني دقيقة ومنضبطة إلا في الأماكن المرتفعة، فينبغي أن يحسب الارتفاع، مثل من يذهب مثلا للأبراج العالية في مكة وفي غيرها، فينبغي أن يراعي يعني الفرق عندما يكون في مكان عالي، لأن المكان العالي قد يتأخر فيه الغروب قليلا.